على امتداد محافظات العراق خرج المعلمون والمعلمات بكلمة سلمية واحدة: نريد حياة تليق بمن يبني الأجيال. لم يطلبوا المستحيل، لم يخرجوا عبثا، خرجوا يحملون مطالبهم البسيطة التي يكفلها لهم الدستور: حق التظاهر، حق الكرامة، حق العدالة. لكن المشهد الذي كان يجب أن يكون درسا في الديمقراطية تحول إلى صورة مؤلمة: أصوات سحقت وأحلام قمعت. حين تقابل تظاهرات المعلمين بالقوة، لا يكون الجرح جرح معلم فقط، بل جرح وطن بأكمله. المعلم الذي قيل عنه يوما كاد أن يكون رسولا يجد نفسه اليوم في مواجهة عنف لا يليق برسالة المعلم. كرامة المعلم من كرامة الوطن، ومن يضرب كرامة حامل القلم يطعن شرف بناء المستقبل. لكن القضية هنا أوسع من المعلم وحده. ماذا تنتظر الحكومة؟ هل أصبح على كل فئة عراقية أن تملأ الشوارع لتنتزع حقوقها؟ حتى لو لبيت بعض مطالب المعلمين تحت ضغط الشارع، فماذا عن القاضي، عن المحامي، عن الطبيب، عن الموظف، أو حتى عن الجندي؟ هل هذه هي العدالة التي ينتظرها العراقيون؟ عدالة لا تتحقق إلا بصوت الهتافات؟ أليس من واجب الدولة أن تسبق المواطن إلى إنصافه؟ أليس التظاهر السلمي حقا دستوريا لا ينبغي أن يقابل بالهراوات؟ المعلمون خرجوا ليذكرونا أن الحقوق لا تهدى بل تنتزع إذا أوصدت الأبواب. وكرامة العراقي ليست شعارا بل مسؤولية تبدأ من احترام الكلمة وتنتهي بحماية الإنسان. فأي وطن نريد إذا كنا نكسر يد من يكتب المستقبل؟